عائد الميادين رفقة اتحاد الحراش بعد الحادث المأساوي الذي توقفت بسببه البطولة والذي ألم بالعائلة الكروية قاطبة. الشباب القسنطيني دخل بدون عنصره الأساسي في المحور عثمان بارتي، والذي استخلفه المدافع القوي جغبال عبد المالك الذي يذكر جمهور السياسي بابن مدينة تقورت الآخر غولي حسان الذي عاش مع السياسي أيامه الذهبية. الدعوة إلى الروح الرياضية كانت الحاضرة الأكبر في هذه المباراة مع هذه اللافتة في أحلى صورها، ثم الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد ألبير إبوسي. شباب قسنطينة كان سباقا لافتتاح باب التهديف بواسطة الهداف بولمديس، وبرأسية جميلة وقع الإصابة الأولى، كان ذلك في الدقيقة 14 من المرحلة الأولى. بالمقابل هذه صورة لافتة للانتباه باعتبار حق البث حكر على القناة الرسمية للتلفزيون الجزائري، والسؤال يبقى مطروح: إذا حق لنا أن نستعير لغة عميد الشرطة سي العزوم. اتحاد الحراش حاول العودة في النتيجة عند الدقيقة 31 عندما توغل المهاجم داخل المنطقة، والسيد الحكم يمنح البطاقة الصفراء. الصورة معادة ولكم الحكم. نلعب الدقيقة 36، أصحاب الأرض يضيفون الهدف الثاني بواسطة بولمديس، وعناصر الاتحاد احتجت بشدة على حكم اللقاء السيد بن براهم بحجة وجود خطأ قبل التسديد، وهذه اللقطة معادة بوضوح وللسيد محمد الزكريني حق التعليق. اللحظات الأخيرة حاول فيها أبناء الحراش التعديل، لكن محاولة فريوي سامي محمد الصغير كانت ضائعة، وهدفين دون نتيجة، نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية برز فيها وتألق بشكل لافت الجناح الطائر للسياسي فوفي بولان الذي أهدى لحمزة بولمديس الهدف الثالث على طبق من ذهب. اللقطة معادة وشاهدوا توقيع بولمديس بالثلاثية، والسياسي انتفض عصف وقصف وضرب بالثقيل في هذا اللقاء، وهذا مثال حي عن القصف بالثقيل. كان وراءه الجناح الطائر فوفي الذي خطف الأنظار في هذه المباراة. لاحظوا جيدا الحركة، الطريقة، الانفلات، الأداء والكيفية المرورية مع التموقع الجيد، إنها مواصفات لاعب يستحق اللعب في الليغا وبكل بساطة، وبدون شك هذا اللاعب سيسيل الكثير من لعاب الأندية. شباب قسنطينة وقع الرباعية عند الدقيقة 72 بواسطة حجي بعد عمل جيد من رماش على الناحية اليمنى، والموج الأخضر عاش أمسية جميلة على مدرجات حملاوي. اتحاد الحراش استفاق بعد تلقي شباكه لأربعة أهداف كاملة، فصنع الخطر خاصة في اللقطة التي ارتطمت فيه الكرة بالعارضة الأفقية، ثم الحصول على ضربة جزاء، لكن براعة الحارس محمد سيدريك وقراءته الجيدة لحركة اللعب قبل التسديد أنقذت الموقف. لكن سيدريك لم يتمكن من الحفاظ على عذرية شباكه عند الدقيقة 93 بعد تلقي تسديدة قوية مباغتة مكنت الحراش من توقيع هدف الشرف، وفوز مستحق للموج الأخضر برباعية مقابل هدف واحد في مباراة كان شعارها الروح الرياضية.